السفيرة ديال المغرب في فرنسا سميرة سيطايل عيطوا لها التلفزيون الرسمي الفرنسي واستضافوها في برنامج وسولوها كيفاش دار لها المغرب حتى دخل المساعدات برا لفلسطين. سفيرة المغرب سفيرة ستايل ما كانتش من العاكزين وعاودات ترابي لفرنسا وجاوباتهم وبردات القلب المغاربه كاملين ملي قالت لهم ان المغرب اول دولة في العالم قدرت تدخل البر من اسرائيل وتقدم مساعدات لفلسطين في رمضان، وهادشي كامل قدر يديروا المغرب بقوه الدبلوماسيه ديالو والحكمه ديال جلاله الملك محمد السادس، وان المغرب ولا محط ثقه ديال الدول كامله في العالم، والمغرب كيلعب دور رئيسي في الوساطه ما بين اسرائيل وفلسطين. وزاد اكدت لهم بان المغرب من زمان كيعاون القضيه الفلسطينيه ماشي حتى اليوم، خصوصا ان الملك ديالنا هو رئيس لجنه القدس. سفيره المغرب سميرة ستايل سدات لهم الفم وعاودت لهم ترابي من جديد وبينات لهم بان المغرب اليوم ماشي هو مغرب الامس، وباللي المملكه المغربيه بقياده جلاله الملك محمد السادس، وباللي المغرب ولا قوه دبلوماسيه في السياسه الدوليه وكلمه المغرب ولات مسموعه، وباللي القوه ديال الدبلوماسيه المغربيه وراس مالها هو الثقه. وسفيره المغرب ركزات وسطرات على الثقه اللي ولا كيحظى بها المغرب من طرف الدول في العالم، وهادشي كامل اللي وصلنا ليه بفضل السياسه الحكيمه ديال جلاله الملك محمد السادس. الله يشافيه لينا ويطول لينا في عمره ويخليه تاج فوق راسنا. فبغيتكم كاملين في التعاليق تدعوا مع الملك محمد السادس، الله يشافيه ويطول في عمره وينصروا على اعداء الوطن. فما تنساوش تشاركوا في القناه وتضغطوا على زر لايك وتبارطاجيو الفيديو مع الاصدقاء ديالكم.